الفنان السيد الأستاذ الصحفي القدير والأخ العزيز الأستاذ محمود الشاذلي بدعوته لي في هذا المؤتمر أي أقف وسط كوكبة من العلماء ورجال من أهالي ومركز الشؤون لهم مواقف كثيرة ومعلومة عند الكثير. جاءوا من منازلهم بدافع من الحب والإخلاص والوفاء، جاءوا من منازلهم بدافع من الأخوة والإخلاص، جاءوا من منازلهم بدافع من الزمالة والقرابة والحوار. كلهم جاءوا إلى هذا المؤتمر بدافع من الحب، دوافع داخلية وليس دوافع خارجية. جاءوا في مرحلة يجب أن يتلاقى فيها الرجال، جاءوا في مرحلة توارى مشاكل بسيون، توارى ودفنت هموم بسيون تحت التراب. جاءوا في مرحلة غابت فيها النيابة في بسيون. لماذا؟ لأننا لا نجد صوت جليل، صوت كان له صدى عند أهالي ومركز بسيون. الأستاذ محمود الشاذلي الصوت الجليل والصحفي القدير ليس بغريب عنه، ولكن هو زميل وأخ وطريق وجار لكل واحد فينا. جئنا